ايس كريم التشيز كيك عن جد بتشهي نبضات القلب. يا سلام. نقول بسم الله وبنرغف. وهي ايس كريم الشوكولا، ايس كريم فراولة. بنسمي بسم الله وبنصلي على رسول الله. عندي 4 ظروف من دريم ويب او الكريم شانتيه. وزن كل ظرف 35 جرام. بدي افضيهم بالزبدية. طبعا بتقدروا تشتغلوا بالكريم شانتيه وبتقدروا تشتغلوا بالكريمة السائلة، كريمة الحلويات. بضيف عليهم كوبين من الحليب. طبعا الحليب لازم يكون متلج، اللي شايفين انا حاطط قطع ثلج بقلبه، وبنفس الوقت حاطه بالفريزر. هاي شغله جدا مهمه، الحليب لازم يكون متلج. هاي اول كوب. بسم الله. اذا كان عندكم الحليب سخن ما راح يعطيكم القوام اللي بدكم اياه. هاي ثاني كوب. هلا بدي اخلطهم الخفاقه لحتى يصير معي قوامهم مثل الكريمه. هيك بعد ما خلطتها بشكل منيح اخذت معي تقريبا شي 7 دقائق من الخفق. شايفين كيف صار قوامها؟ هيك بدي اياها، ولا اجمل من هيك. هيك ممتازه. هلا شو بدي اعمل؟ بدي اقسمهم على 3 اقسام. بدي اعمل قسم للتشيز كيك وقسم شوكولا وقسم فراوله. هلا بدي اخذ ثلث هاي الكميه واحطها بزبديه. هلا هذا القسم بدي اعمله شوكولا. بدي اضيف عليه معلقتين صغار من الكاكاو البودره. هاي ثاني معلقه. وبدي اضيف عليها تقريبا نص كوب من الحليب المكثف. هلا بدي ارجع اخلطهم من اول وجديد. اذا عندكم الكاكاو خفيف ضيفوا كمان معلقه صغيره. هيك عندي الشوكولا جاهزه. شايفين قوامها ما احلى طالع؟ مشهي نبضات القلب. هلا هي الشوكولا مفضيه بالعلبه عشان نحطها بالفريزر. شايفين هيك لازم يكون قوامها. اذا طلع معكم القوام بهذا الشكل رح تطلع معكم اطيب ايس كريم. بس شكلها بدها لسه كاكاو اكثر، فانا ما ضل عندي كاكاو بصراحه يعني. بنغطيه ولوين؟ على الفريزر. هلا بدي اعمل لكم ايس كريم الفريز او الفراوله. بدي تقريبا كميه بهذا الحجم من الفراوله. بنضيفهم بحضرة الطعام. ليش؟ مشان ينخطوا معي بشكل منيح. قول بسم الله وبنروح لهم. هيك بعد ما طحنتهم بهذا الشكل بضيف عليهم تقريبا شي نص كوب من حليب مكثف او اكثر شوي. يعني هاي شغله بترجع لكم، بدكم اياه حلو زياده بتحطوا اكثر. بنرجع بنطحن. بسم الله. هيك بعد ما طحنته شايفين قوامه ما احلى طالع. بدي اضيفه كمان، ارجع بزبديه وضيف عليه من الكريم شانتيه. هلا حسيت انا حلاوته خفيفه شوي، راح ارجع اضيف حليب مكثف. هلا بدي ارجع اخلطها. بسم الله. حتى تصير معي بهذا اللون. شايفين لونها ما احلاه؟ مشهي نبضات القلب. نرجع نفضيهم بالعلبه. زادوا معنا هدول، هلا بناكلهم. هيك عندي ايس كريم الفراوله جاهز. بنغطيها وعلى الفريزر. عندي هون الكريم شانتيه، بدي اضيف عليه جبنه سائله. يعني تقريبا شي نص كوب من الجبنه السائله او اكثر شوي.
بدي ارجع اخلطهم بشكل منيح. بدي احط لهم شوية بسكوت مكسر. ايه صح يا بابا. اي نوع بسكوت عندكم بيزبط. بدي اخلطهم بشكل منيح. شايفين كيف صار قوامه معي؟ هيك بدي اياه. بدي افضيه بالعلبة. بعد ما افضيه بدي اضيف عليه المربى. هلا هذا ما حطينا له حليب مكثف. ليش؟ لانه بدي احط له مربى. المربى هو اللي راح يعطيه الحلاوة. راح احط لهم مربى الكرز اللي عملته قبل اسبوعين تقريبا. الوصفة موجودة على الفيسبوك او على يوتيوب. بدي احط له تقريبا شي 5 معالق من مربى الكرز. شايفين لونه ما احلى. هلا بدي احركه بس هيك يمين يسار عشان ينخلط معي. حط على وجهه بسكوته. وهيك التشيز كيك عندي جاهز. شايفين لونه ما احلى طالع. يشهي نبضات القلب. بنرجع بنغطيه. هلا بناخذها لوين؟ على الفرن. مو على الفرن، على الفريزر. تصوروا نحطها بالفرن. راح اخليهم بالفريزر لثاني يوم. ثاني يوم ان شاء الله بنصور لكم. ايس كريم التشيز كيك جاهز عندي. قول بسم الله وبنرغف. ايه يا سلام. بنجيب ابوع بسكوت وبنسكب بكل سهولة. ايه شايفين قوامها ما احلاه طالع. قول بسم الله ومندوق. يا سلام. عن جد بتشهي نبضات القلب. وهي ايس كريم الشوكولا عندنا كمان جاهزة. نقول بسم الله وبنرغف. شايفين قوامها ما احلاه طالع. وهي ايس كريم الشوكولا اللي بشهي نبضات القلب. دوق. يا سلام. بس بدها كمان شوية كاكاو. زيدوا الكاكاو عليها كمان شوي. بس طعمتها خرافية. وهي ايس كريم الفراولة. يا سلام. وهي احلى ايس كريم فراولة. ولا اسهل من هيك وصفة للايس كريم. الايس كريم اللي على اصولها بطعم ولا اطيب من هيك. جربوها بهاي الطريقة واعطوني رايكم بالتعليقات. السلام عليكم.